ايه ده؟ هو انت جايب لكوكي هدية ولا ايه؟ لا لا لا، المرة دي بقى مش لكوكي، المرة دي لولي العهد ابن اخويا حبيبي، ربنا يجيبه لنا بالسلامة يا رب. ربنا يخليك يا سالم، ده لو اخويا موجود مش هيعمل اللي انت بتعمله ده والله. اهو الاهتمام الاوفر ده بالهانم سلفتي وحافظهم اللي لسه ما شافش الدنيا ولا جه حتى على وشها، خلاني خلاص مش طايقاهم ولا قادرة اتعامل مع اي حد فيهم. اتغيرت معاهم كلهم حتى جوزي. وقبل ما احكي لكم الحكاية من اولها والبداية، بدعوكم الاول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2، وتفعلوا زر الجرس على الكل، ده لو انت معانا على اليوتيوب. ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير وبينا نبتدي. انا مريم، متجوزة سالم من حوالي 1.5 سنة، وربنا كرمنا بكوكي اللي يدوب عمرها لسه شهور، لكن كانت ايه ادم الخير على البيت كله. بصوا كده، هي مريم يا مريم، انا حامل يا طنط اخيرا. الف حمد وشكر ليك يا رب. شفتي يا حبيبتي اخرة الصبر ايه؟ اخرته فرج وكل خير، ربنا يكملك على خير يا حبيبتي. مبروك يا رفايدة، الف مبروك. ارتاحي انت بقى خالص، احنا ما صدقنا ربنا كرمك، وان شاء الله كل اللي تحتاجيه اطلبي بس مني على طول وانا اعملهولك. ربنا يخليكي ليا يا مريومة ويبارك لك يا رب في كوكي وش السعادة علينا دي، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. حقيقي بجد انا بحس ان وسط اهلي. طب ما احنا اهلك فعلا يا رفايدة، هو زي ما انا ام سالم وسامح انت كمان، انت ومريم بناتي اللي ما خلفتهمش. يلا يا حبيبتي روحي بشري جوزك وفرحيه. وحقيقي كانت فرحتنا ما تتوصفش بحمل رفايدة. اصل رفايدة وسامح متجوزين قبلي انا وسالم بكتير، يعني بحوالي 6 سنين، لكن كان ربنا ما اذنش ليهم بالخلفة. ووقتها كنت انا ورفايدة صحاب جدا. رفايدة طيبة قوي وعاقلة كده وهادية، ولان حملها بقى كان صعب جدا نزلت قعدت تحت مع حماتي، لان كمان جوزها مسافر، ورفايدة يتيمة ملهاش اي حد خالص في الدنيا غيرنا. وكنت انا اخلص اللي ورايا في شقتي وانزل لهم على طول اشوفهم لو محتاجين اي حاجة. في اي حاجة اعملها معاكي يا طنط؟ كتر خيرك يا بنتي، انا خلاص خلصت ترويق الشقة وهدخل اعلق على الغدا اهو. بس رفايدة دي مغلباني خالص في الاكل، مش راضية تاكل اي حاجة. معلش يا طنط والله فعلا ماليش نفس خالص. لا يا حبيبتي ما ينفعش كده، انت لازم تاكلي وتشربي كويس عشان اللي هيشرف في السكة ده صحته كده تبقى تمام. انا هدخل اعملك كوباية عصير اهو، اي حاجة خفيفة كده تشغل معدتك على ما اكملك بقية الاكل. اقعدي انت يا طنط انا اللي هكمل الغدا. لا 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 يا مريم ما تتعبيش نفسك، ما تعمليش اي حاجة تلاقي كوكي مسهراكي طول الليل. يا ستي خلاص اتعودت، وبعدين تعبك انت والنانوس اللي جاي في السكة ده راحة، انتم بس تأمروا. ربنا يديم بينكم المحبة يا بنات ويخليكم لبعض يا حبايبي، وما يدخلش ابدا شيطان ما بينكم. وكنت انزل اعمل معاهم كل حاجة من قلبي بجد، لاني كنت بحبهم قوي وقريبة جدا من رفايدة. وعدت شهور وانا على نفس الوضع، بس القلق والاهتمام برفايدة كان اكتر بكتير من اللي انا شفته، خصوصا لما جت تقول لنا نوع الجنين. اجهزي بقى يا طنط، اجهزي لاستقبال ولي العهد، وفكر لنا بقى في اسم حلو زيك كده. بجد يا حبيبتي ولد؟ اللهم بارك ما شاء الله، الف حمد وشكر ليك يا رب. المهم يا حبيبتي صحته تكون كويسة وتقومي لنا انت كمان بألف سلامة. معلش يا مريم ممكن يا حبيبتي ترتاحي شوية وتعملي لنا شوية عصير؟ انا خلصت الاكل والبيت. هقوم انا يا طنط، خليكي بقى يا مريم. وبعدين معاكي يا رفايدة اسمعي الكلام، ما تقوميش من مكانك يا بنتي، واللي تحتاجيه انا ومريم اهو موجودين هنعملهولك كله. وفجأة لقيت الدنيا كلها بقت قايمة قاعدة على رفايدة وحمل رفايدة، وانا وبنتي بقى خلاص اتنسينا. حتى جوزي هو كمان قلبت عليه لما لقيته داخل عليا وفي ايديه شنطة هدايا، شنطة كبيرة. بصوا اللي حصل وقتها. السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعة؟ وعليكم السلام،
الحمد لله يا ابني كويسين. تعالى يا حبيبي، تعالى ارتاح. ايه ده؟ هو انت جايب لكوكي هدية معاك ولا ايه؟ لا بقى، المرة دي مش كوكي، المرة دي الولي العهد ابن اخويا حبيبي، ربنا يجيبه لنا بالسلامة يا رب. ربنا يخليك يا رب يا سالم. ده لو اخويا موجود مش هيعمل اللي انت بتعمله معايا ده ابدا. ايه اللي بتقوليه ده يا رفايدة؟ انت فعلا اختي، يشرف بس الباشا ويبقى يلاحق على الهدايا. ده مش بس كده، ده عريس بنتي في المستقبل. يفضلوا يضحكوا كده ويستظرفوا، وبعدين البي يطلع على شقتنا ورفايدة تقول كتر خيره سالم والله، عقبال ما اجيب لكوكي وهي عروسة كده يا مريم وفرحانين بيها. ده لو حد افتكرها بقى يا حبيبتي. انا طالعه عشان سالم يتغدى. مالك يا مريم؟ هو انت في حاجه مضايقاكي ولا ايه؟ هو انا ايه اللي هيضايقني يعني؟ اسيبكم انا بقى، اسيبكم تكملوا كلامكم اللي ما بيخلصش عن ولي العهد. هو كنت اسيبهم واطلع واخد جنب من سالم بيه كمان. ايه يا بنتي طلعت ليه؟ ما انا كنت هحط الاكل لنفسي وانت خليكي براحتك معاهم. ايه هفضل طول اليوم قاعده تحت اخدم ست الكل عشان ما حدش حمل غيرها ولا ايه؟ انت ايه اللي بتقوليه ده؟ انا ما كنتش عاوزه تتعبي نفسك بس ولا حاجه، بدل ما تطلعي وتنزلي مش اكتر. وبعدين في ايه مالك بتتكلمي كده ليه؟ هو انت في حد ضايقك تحت ولا ايه؟ وهم اصلا شايفيني عشان يضايقوني ولا ما يضايقونيش؟ كفايه عليهم كلام عن رفايده والولد اللي هتجيب رفايده. ما تقولش ولي العهد بصحيح وجاي عشان يستلم المملكه. في ايه يا بنتي؟ اول مره اسمعك تتكلمي بالطريقه دي. مالك يا مريم؟ مالي؟ بقول الحقيقه. ده حتى انت نسيت بنتك وجاي شايل ومحمل للبيت اللي لسه حتى ما شرفش، وما افتكرتش بنتك باي حاجه تجيبها لها. وهي كوكي ناقصها ايه؟ ما انا على طول بجيب لها كل حاجه وانا راجع. ما جاتش يعني من يوم واحد اجيب لابن الغلبانه دي اي حاجه. دي ملهاش حد يشوفها ولا ياخد باله منها، وكمان انا بسد مكان اخويا اللي مسافر. اعقلي يا مريم، اعقلي وبلاش الطريقه دي احسن. وقتها سبت ومشيت ودخلت على اوضتي، وانا من جوايا خلاص بقيت مقتنعه ان كلهم بيميزوا رفايده عني عشان هي اللي هتجيب لهم ولي العهد، الولد زي ما حماتي ما بتقول عليه. حتى قعدتي في وسطيهم ما بقتش بتحملها وقللتها خالص، ووقت ما انزل ده اللي يحصل. تعالي يا مريم يا حبيبتي، مالك وشك عامل كده ليه؟ انت تعبانه يا حبيبتي؟ لا يا طنط انا كويسه الحمد لله. امال مالك ما بقيتيش تنزلي ليه زي الاول؟ هو في حد زعلك في حاجه يا مريم؟ لا ابدا يا طنط، كوكي بس بقت بتصحيني طول الليل. هو انا ما بصدق عينيها تغفل عشان اخلص الحاجات اللي ورايا. والله يا مريومه القعده من غيرك ملهاش اي طعم. هاتي كوكي بقى شويه، احسن دي وحشاني قوي. اديها لها وتعالي يا مريم ندخل احنا نغرف الاكل جوه ونتغدى سوا، يمكن تفتحي نفس الهانم اللي مغلباني في اكلها وشربها دي. والله يا طنط ماليش نفس خالص، انا مش قادره حتى اشوف الاكل. بصراحه انت بتدلعي قوي يا رفايده. الكلام ده يا حبيبتي كان من شهور فاتت، يا دوبك في الشهور الاولى من الحمل، وبعد كده خلاص ما كلنا حملنا وعدينا بكل ده عادي. بس والله فعلا يا مريم انا مقفوله قوي من الاكل ومش عارفه مالي. خلاص يا طنط هي حره، سيبيها براحتها، مش لازم تاكل. لما تحس بالجوع هتاكل لوحدها من غير محايله كتير ولا وجع دماغ. مالك يا مريم؟ انت فيكي حاجه غريبه قوي. فعلا يا مريم، هو سالم مضايقك يا بنتي؟ مالي يا جماعه، ما انا كويسه اهو، انا بس مصدعه شويه ومش حمل مناهده. انا هطلع شقتي ارتاح احسن شويه. ومره تانية اكون فوق وما انزلهمش اصلا، الاقي حماتي بتنادي عليا عشان انزل. نعم يا طنط، حضرتك ناديتي عليا، كنت عاوزاني في حاجه؟ ايه يا مريومه، هو انت ما بقيتيش تنزلي الا لما اندهلك يا بنتي؟ معلش يا طنط، اصلي بلاقيكي مشغوله قوي مع رفايده وحمل رفايده، فمش هبقى انا وهي يعني. وماله يا حبيبتي، ربنا يخليكم ليا وتملوا عليا البيت كده دايما. تعالي يا بت بلاش عبط، اقعدي كده، ده انت وحشاني. والله وحشتني قعدتك، بقالك فتره مش بتنزلي ولا حتى بتنزلي لنا كوكي. معلش اصلي مشغوله معاها شويه. طب خلي بالك بقى، احسن انا معاد ولادتي قرب، وخايفه قوي يا مريم، ومحتاجالك معايا على طول وجنبي. وخايفه من ايه يعني يا رفايده؟
ما احنا كلنا حواليك اهو، وبعدين انت مكبره الموضوع كده ليه؟ ما كلنا حملنا وولدنا ومحدش حس بينا. لا يا مريم اسكتي، دي امبارح كنت هنزل بيها المستشفى بالليل، كانت تعبانه قوي. لا الف سلامه، هي بس بتتدلع يا طنط، حد لاقي الدلع وما يتدلعش. انا طالعه بقى احسن، صدعت شويه. وسبتهم وطلعت، وشويه ولقيت حماتي طلعالي وبتقولي انا طلعت بقى عشان نتكلم انا وانتي لوحدنا وبراحتنا. مالك يا مريم، بقالك فتره متغيره كده ليه؟ كلامك على القد وما بتنزليش زي الاول يا حبيبتي. لاني بصراحه يا طنط متضايقه قوي، انا ما كنتش اعرف انكم هتفضلوا الولد عن البنت بالشكل ده. كل اهتمامكم برفايده ده انا ما شفتش نصه منكم، كل ده عشان هتجيب لكم الولد. اخسى عليكي يا مريم، انا عمري ما افكر كده. انت وهي عندي واحد يا حبيبتي، بنتك زي ابنها بالظبط، وانت كنت معظم حملك عند مامتك، ربنا يخليها لك. اهلك شالوكي يا مريم، لكن انت عارفه كويس قوي ظروف رفايده، ملهاش حد غيرنا، وجوزها يا حبيبتي مسافر، كان لازم تلاقي فينا العوض. هي طنط ده البيت كله اتحول لكتيبه عسكريه، الكل في خدمتها وبس. حتى سالم نسى بنته وبقى كل اهتمامه بابن اخوه اللي لسه حتى ما اتولدش. يا عبيطه تسالم ده روحه في بنته، ووقفته مع رفايده بيحاول بيها يسد مكان اخوه اللي غايب ومتغرب، ويعوض الغلبانه دي عن اهلها اللي راحوا منها مره واحده وفجاه لما كانوا راجعين من المصيف. ايه يا بنتي، نسيتي ولا ايه؟ ربنا ما يحرمك من اهلك ابدا، وما تكونيش مكانها في يوم من الايام. الصراحه كلام حماتي فوقني لنفسي، وفكرني بحال رفايده من 2 سنين لما جالها خبر مامتها وباباها واخوها. وقتها اتضايقت قوي من نفسي، لاني سمحت للشيطان يغلبني ويخليني اغير منها بدل ما اكون جنبها واعوضها مع اهل جوزي عن اهلها. ورجعت قربت منها وبقيت اساعدها في كل صغيره وكبيره، لان كان لازم فعلا افهم ان الحب والاهتمام اللي اوقات بنشوفه كتير على غيرنا بيكون تعويض من ربنا ليهم عن حاجات اكبر اتحرموا منها، وعوض عن نقص حصل في حياتهم. يا ريت قبل ما نبص لغيرنا ونغير من حب الناس الزياده ليه، نبص على شيلته كامله ونشوف وحدته اخر الليل، او حرمانه من اهله واصحابه، او غربه زوج. محدش حياته كامله يا جماعه، ولا حد حقه ناقص، كله واخد 24 قيراط كاملين بس باشكال مختلفه. لو عرفت اللي قدامك شيلته على بعضها فيها ايه، مش هتختار غير شيلتك انت.